المنتف ديال اليوم هو واحد الجريمة وقعت في مدينة طنجة واللي كان عبارة عن خيانة زوجية مشات الضحية ديالها واحد البنية صغيرة. كيفاش وقعت الخيانة وكيفاش ماتت الدرية هادشي اللي غادي نكتشفوا في هذه الحلقة. إذا بداو على بركة الله وما تنسوش دائما توركوا على جميع البطونات ليصلكم الجديد. سنة 2019 في مدينة طنجة وبالضبط في المنطقة ديال الجزناية كانت كتسكن واحد العائلة واللي كانت الحالة المادية ديالهم حالة عادية، حيث أن الزوج كيخدم اللي سميتو عبد السلام، والزوجة اللي سميتها فاطمة كانت ربة بيت، وعندهم بنية سميتها سكينة في عمرها 12 عام. واحد النهار غادي يوقع لهم واحد المشكل في القادوس في وسط الدار. دونك هنا عبد السلام غادي يتصل بواحد البلومبي باش يجي ويصاوب هذاك العطب اللي عندهم تما. طبيعة الحال عبد السلام خدام نهار كامل دونك ما كاينش في الدار، كانت غير فاطمة. وهذا البلومبي هذا سميتو جمال، كان في عمره 49 عام. دونك هاد السيد هذا جمال دخل دار خدمته. طبعا فاطمة كانت واقفة عليه وكتشوف المشاكل، دونك المشكل اللي كاين ومتبعة معاه. وهنا غادي يدخلوا وغادي يبداو يديو يجيبوا في الهضره وغادي يدخلوا في شي مسائل يعني عميقه بحال اللي غادي نقدروا نقولوا. وهي غادي تعترف ليه بانها هي ما فرحاناش مع عبد السلام وبلا راه يمكن داير ليها شي سحور وراه عايشه معاه غير بزز. هنا جمال غادي يقول لها بلا فعلا راه يقدر يكون داير ليها شي سحور. اعطيني النمره ديالك ديال التليفون نبقاو على اتصال وان شاء الله نفكوا هاد الحريره هادي. هنا فاطمه بحال اللي شافت في جمال المنقذ ديالها، هو هذاك غادي تعطيه النمره ديالها وغادي تبادلوا النوامر وغادي يدخلوا في علاقه مشبوهه او علاقه غير شرعيه بطبيعه الحال بالنسبه لفاطمه لانها مزوجه. وغادي يبقاو على اتصال نهار على نهار، يعني كل مره كيجي للدار ديالها بسبب او بغير سبب. وهنا بحال اللي البنت بحال اللي نقولوا بحال اللي حسات بلا كاين شي حاجه علاقه بين امها وجمال، ويبقاو غاديين في العلاقه غير شرعيه يعني لشهور وشهور. حتى غادي يعترف ليها جمال يقول لها بان انا كنبغيك وباغي نتزوج بك وحان الوقت انك تطلقي من عبد السلام، وانا قادر نتكلف بك ونتكلف بسكينه. دونك هنا فاطمه فاش سمعت هذه الهضره هذه بداو المشاكل مع راجلها، بدات كتزعف على اتفه الاسباب وكتقول لي بلا راه ما بقاتش باغا تعيش معاه ومسائل بحال هكذا. وكانوا دائما العائلات ديالهم كيدخلوا باش يفكوا المشكل بيناتهم. الى واحد النهار فاطمه غتعيط لجمال وغادي تقول ليه بلا راه ما بقاتش باغا تبقى معاه وباش تفارق معاها لان هي مزوجه وباغا تبقى مع راجلها وصافي. هذا الشيء هذا اللي كاين. هنا جمال ما تقبلش هاد الهضره هادي وقال لها راه ما يمكنش، انا راه كنبغيك وما يعني انا باغي نتزوج بيك. ولكن هنا فاطمه بقات مصممه على الموقف ديالها وقطعت العلاقه ديالها بجمال. جمال ما غاديش يتقبل هاد الشيء هذا وغادي يبقى يقابلها يوميا، وصلت به حتى للتهديد باللي غادي يقتل بنتها سكينه اذا ما رجعت ليش. هنا فاطمه قالت مع راسها بالله هذا غير داوي خاوي حيتاش غير مع الاعصاب ولا شي حاجه بحال هكذا. وفي عام 2020 يعني عام مور مور العلاقه ديالهم وبالضبط في شهر يونيو شهر جوان غادي تخرج سكينه من الدار مع 12 ديال النهار وما غاديش ترجع. عبد السلام غادي يرجع من الخدمه وما غاديش يلقى بنته سكينه وغادي يسول فاطمه غتقول ليه باللي خرجات غير تسخر ودابا غادي ترجع يمكن تكون غير كتلعب مع شي بنات في الدرب. هنا دازت ساعة ساعتين ثلاثة الساعات حتى السبعة ديال العشية. هنا عبد السلام غادي يبدا يخاف وغادي يخرج يقلب على بنته. غادي هي يقلب ولكن ما غاديش يلقاها وغادي يتصل بخوه اللي هو العم ديال سكينة وغادي يقول ليه باللي سكينة خرجت وما رجعات. دونك غير غادي يسمع هذا الشيء هذا جا كيجري عند خوه وخرجوا بجوجهم كيقلبوا على الدريه، لكن ما غاديش يلقاوها. هنا عبد السلام غادي يقرر انه يتصل بالبوليس وغادي يبلغ بالاختفاء ديال بنته. ودا معاه فاطمه مشاو بجوجهم باش يبلغوا في الكوميساريه. وملي سولوا الام ديال الدريه قالت لهم باللي هي صيفطات بنتها غير باش تمشي تجيب لها شي صخيره من عند البقال وما عاوداتش رجعت. المهم خادوا الاقوال ديال الام وبداو في التحقيقات. ومن بعد شويه ديال الوقت غادي يلقى البوليس واحد الفيديو من خلال شي كاميرات موجودين قراب من المنطقه السكنيه فين ساكنين، قراب في البلاصه فين كانت يعني فين سكينه تقدر تكون تختفت. ولقاو باللي سكينه كتركب فوق واحد تيك توك مع واحد خونا.
هنا غادي يتصلوا بالام وبالاب، وغادي يتعرفوا على هاد خونا اللي في التيك توك باش يتعرفوا عليه. هنا فاطمه فاش شاف داك الفيديو دونك تعرفات على مول التوك توك واللي هو جمال، وانهارت وبدات كتبكي. وهنا غادي تعترف بكل شيء، وباللي خونا اللي في التيك توك هو العاشق ديالها، واعترفت وقالت باللي هي كذبت ملي قالت صيفطاتها باش تجيب شي سخرة من عند البقال. الحقيقة هي أن جمال جا وعيط لسكينة، لأن كان كيتردد بزاف على الدار، وكانت سكينة يعني كتعرفو كان كيكرمها كل مرة كيعطيها شي حاجة. وجا هاد المرة هادي وقال وشرح ليها بالله راه شرى ليها تليفون. هنا خرجت من الدار باش يعطيها التليفون، وطبعا سكينة فرحات بزاف حيتاش عمها جمال السدور جا وجاب ليها التليفون، وخرجات وركبت معاه باش تاخذ التليفون. هنا فاطمه صرحات البوليس بالله انا ما كانتش توقع باللي غادي يخطف ليها بنتها، وتاقت وخلات بنتها تمشي لعنده. دونك ملي سمع عبد السلام هذا الشيء هذا بحال اللي نقولوا ترون، كيفاش مراه كتخونو اللي خانتو معاه غادي يدي ليه بنتو، غادي يخطف ليه بنتو. المهم هنا البوليس به فيه مشاو شدوا جمال وجابوه، وملي قاموا بالاستنطاق ديالو اعترف بكل شيء، وقال باللي هذه عام وهو في علاقه مع فاطمه، وكان كيجي لعندها الدار ملي ما كيكونش عبد السلام، وهذه ماشي بزاف وقع بيناتهم مشاكل، وهي قالت باللي خاصها تقطع العلاقه ديالها به. عليها ناض مددها بسكينه وهكاك. المهم ما بغاتش ترجع، يعني رغم التهديدات ما بغاتش ترجع. وهنا ما خلت ليه حتى ما يدير، دونك من غير انه ينفذ التهديد ديالو، داك الشيء اللي كان ناوي يديرو هو ينتقم منها. هنا نهار خرجت عنده سكينه كذب عليها وقال لها باللي التليفون نساه في الدار. سكينه طاقت به مسكينه ومشات معاه للدار باش يعطيها التليفون، لكن هو داها لواحد الكراج اللي كان فيه واحد صاحبه كيساين فيه. وهاد صاحبه الخدمه ديالو هو كيذوب المعادن، يعني بحال حداد كيذوب المعادن، عنده فران كيذوب المعادن، الحديد القصدير النحاس اي حاجه كيذوبها. المهم اللي مشات معاه سكينه اعترف باللي شدوها بجوج، يعني هاد جوج ديال المجرمين تكرفسوا عليها، من بعد خنقوها حتى ماتت، وقطعوها وحطوها في داك الفران وذوبوها وحرقوا حوايجها باش ما تبقاش الاثار ديال الجريمه ديالهم. من بعد هاد الاعترافات البوليس غادي يمشيو للعنوان اللي عطاهم جمال، ومن بعد المعاينه غادي يتضح بالفعل داك الشيء اللي اعترف به كله بانه صحيح. وهنا غادي يلقيو القبض على داك خونا اللي معاه، وغادي يخرج في حقهم الحكم بجوجهم بالاعدام، غادي يتحكموا بجوجهم بالاعدام. اما فاطمه اللي ما عارفين عليها والو، من غير ان عبد السلام تابعها بالخيانه الزوجيه، ولكن ما عارفينش واش دار لها التنازل ولا راها في الحبس ولا ما عارفينش. دونك كانت هذه هي القصه خفيفه ظريفه ديال الضحيه سكينه. ونتمنى ان الحلقه تعجبكم، واضرب لكم موعدا في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.